السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم سنة 1996 في مدينة سان خافير بالمكسيك، وبنشوف مجموعة من الباحثين جوه كهف وهم بيتفرجوا على رسومات لمخلوق أسطوري اسمه تشوبا كوبرا بتكون مرسومة على جدران الكهف. وفجأة بيحسوا بحاجة بتعدي من وراهم، وواحد فيهم بيلاقي ريشة على الأرض فبياخدها وبيوريها لكوين رئيسهم، واللي بيفرح جدا لأنه مقتنع إن تشوبا كوبرا حقيقي. فبيدخل يدور في الكهف وبيلاقي تشوبا كوبرا صغير وبيكون خايف منهم، فكوين بينبهر بيه وبشكله وبيطلب من رجالته انهم يبعدوا عنه النور علشان ما يخافش. هو بيقرب منه علشان يمسكه، وفجأة بتظهر الأم وبتكون خايفة على ابنها وبتدافع عنه وبتحدف كوين بعيد، وبتاخد ابنها وبتهرب، وكوين بيضربها بالنار وبيصيبها في جناحها، لكنها بتقاوم وبتخرج بره الكهف وبتهرب منهم. وبسرعة كوين بياخد عربيته وبيفضل يطاردها وهي بتجري وما بتبقاش قادرة تطير بسبب إصابتها، وبتطلع على الطريق السريع وللأسف بتخبطها عربية وبتقع على الأرض. ومن خوفها على ابنها بتقوم بسرعة تخبيه ورا الشجر وبتجري في اتجاه تاني علشان تبعد كوين ورجالته عنه وما يشوفوهوش. وبينزل كوين من عربيته يدور عليها وبيلاقي مخلب مكسور من مخالبها وبياخده. ومن اللحظة دي بتبتدي أخبار تشوبا كوبرا تنتشر في الإعلام، والناس بتعرف إنه كائن حقيقي مش أسطوري، وبيتغذى على دم الماعز وبيتسبب في خسائر كتير للمزارعين. وفي مكان تاني في مدينة كانساس بنشوف ولد اسمه أليكس، وبيكون قاعد لوحده وبيلعب بلعبته الإلكترونية، وبيكون واضح عليه إنه انطوائي ومالوش أصحاب. وبيجيله واحد من زمايله وبيضايقه وبيتنمر عليه وبيتريق على طريقة أكله، وبيروح أكس البيت وهو حزين، وبنعرف إن أبوه مات من فترة قريبة وهو متأثر جدا بموته. وبتحاول أمه تخفف عنه وبتقوله إنها عارفة إن الفترة اللي بيمر بيها صعبة، لكن هي واثقة إنه هيعديها لأنه شخص قوي. وبتعرض عليه إنه يسافر في الأجازة عند جده وعيلة أبوه في المكسيك ويقضي الأجازة معاهم، لكن أليكس بيبقى رافض فكرة السفر، وبيقول لأمه إنه ما شافش حد من عيلة أبوه من وهو صغير وما يعرفهمش، فبتأكد له إنه هيقضي معاهم وقت جميل. وبتفاجئه إنها مش هتسافر معاه بسبب شغلها، فبيتضايق أليكس أكتر وبيدخل أوضته وبيمسك صورة أبوه وبيكون مفتقده جدا وبيبكي، فبيصعب عليها وبتدخل له وبتقعد تواسيه. وفعلا أليكس بيسافر للمكسيك وبيستقبله جده وبيرحب بيه وبياخده معاه، وأثناء ما هم في الطريق بيحاول الجد يتكلم مع أليكس وبيبقى مبسوط بيه لأنه بيفكره بأبوه، وبيلاحظ إنه مشغول باللعبة اللي في إيده، وكمان ما بيعرفش يتكلم أسباني، فجده بينصحه إنه لازم يتعلمها. ولما بيوصلوا البيت بيقابل ابن عمته ميمو، واللي بيحب المصارعة جدا لأن جده كان مصارع محترف ومشهور زمان. والجد بيعرف أليكس إن ميمو جه هو وأخته علشان يقضوا الأجازة معاهم، وإنه ما بيتكلمش غير أسباني، ودي فرصة كويسة علشان يتعلم منه. فميمو بياخد أليكس وبيفرجوا على البيت اللي بيكون مليان صور لجده وهو مصارع، وبيفرجوا على أوضته اللي بيحبها والمكان اللي أليكس هينام فيه. وهناك بيقابل لونا بنت عمته اللي بتكون قاعدة فوق البيت بتغني، ولما بتشوفه بترحب بيه وبتكون لطيفة جدا معاه. وبينزلوا وميمو بيفضل يصارع في أليكس ويلعب معاه، وبيتفرجوا على فيديو مصارعة لجدهم زمان، وبيقولوا له إنه كان أقوى مصارع على الإطلاق وإنه مثلهم الأعلى، لكن بسبب إصابته في الجمجمة قرر إنه يعتزل اللعب. في الوقت ده بيجي جدهم وبياخدهم معاه يشوفوا الحيوانات اللي في المزرعة، وبيتفاجئوا إن في معزة ميتة، فميمو بيقول إن تشوبا كوبرا هو اللي بيقتل الماعز، وبيستغرب أليكس من الاسم. فجدهم بيقول لهم إن مفيش كائن اسمه تشوبا كوبرا وإنه قصة خيالية وأسطورة. فبيرد ميمو على جده بإنهم اتكلموا عنه في نشرة الأخبار، وده معناه إن الكائن ده حقيقي وموجود. في نفس الوقت بنشوف كوين وهو بيسجل كل المعلومات اللي عرفها عن كائن تشوبا كوبرا، وبيجيله مندوب عن المستثمرين اللي بيمولوا عملية البحث، وكوين بيوريله الريشة والمخلب اللي لقاه، لكن المندوب ما بيهتمش وبيطالبه انه يسلمهم لتشوبا كوبرا في الوقت اللي اتفقوا عليه، يا اما هيقطعوا عنه التمويل. وبنشوف أليكس وهو قاعد بالليل في اوضته وبيشوف جده وهو خارج من البيت، فبيستغرب وبيقرر انه يروح وراه لحد ما بيلاقيه دخل المستودع وقعد لوحده وشغل صندوق موسيقى صغير، واثناء ما بيراقبه بيطلع له تشوبا كوبرا الصغير من بين الزرع، وبيخاف أليكس وبيصرخ. ساعتها عيلته كلهم بيقولوا، فبيقول لهم أليكس عن تشوبا كوبرا اللي مستخبي في الزرع، لكن بيطلع لهم أرنب، وميمو ولونا بيضحكوا عليه وبيرجعوا يناموا. والجد بيلاقي أليكس مجروح في ايده، فبياخده للبيت علشان يطهر له الجرح وينام. وتاني يوم بيصحى أليكس وبيلاقي تشوبا نايم معاه في السرير وماسك ايده المجروحة، فبيصرخ أليكس وبيخليه خاف وبيهرب من الشباك. ولما بيبص على ايده بيلاقي الجرح اتعالج، فبيبص من الشباك وبيدور عليه لكنه ما بيلاقيهوش، وبيلاقي لونا وهي بتلعب وبتخليه يلعب معاها،
في الوقت ده بيجي لهم ميمو وبيقول لهم انه مش لاقي جده، وبيقلقوا عليه جدا، وبسرعه بيركبوا العربيه. ولونا بتقول لأليكس انه بسبب حادثه المصارعه وكبر سنه بقى يتوه وينسى حاجات كتير ولازم يدوروا عليه. وبيروحوا السوق وبيقسموا نفسهم، وأليكس بيلاقي لعبه على شكل تشوبا كوبرا وبيفضل يتفرج عليها، وميمو بياخده وبيروحوا ياكلوا اكلاتهم المشهوره وبينسوا يدوروا على جدهم. وبتجيلهم لونا وبتعرفهم انها ما لقتش جدها، فبيركبوا العربيه، واول ما بيطلعوا على الطريق بيلاقوه ماشي ومعاه معزه، ولما بيسالوه عليها بيرد عليهم بكلام مش مفهوم، لكن هم بيكونوا مراعيين حالته وبياخدوه معاهم وبيرجعوا كلهم على البيت. وبالليل بيبقوا قاعدين كلهم بيتفرجوا على الاخبار اللي بتحذر اهل المدينه انهم يخرجوا بالليل ويراقبوا اطفالهم وحيواناتهم الاليفه من التشوبا كوبرا. في اللحظه دي بيقفل الجد التلفزيون وبيقول للاولاد ان كل دي اكاذيب وخرافات، وبيسيبهم وبيقوم. ساعتها أليكس بيشك في جده وبيمسك صندوق الموسيقى في ايده وبيقول للونا ان جده مخبي عليهم حاجه، وممكن يكون مخبي تشوبا عنده في المزرعه. لكن لونا بتبقى مصدقه جدها وبتقول لأليكس ان مفيش وجود لتشوبا كوبرا، فبيسيبها أليكس وبيروح يقعد عند المستودع وبيشغل صندوق الموسيقى. وفجاه بيطلع له تشوبا كوبرا، فبيخاف أليكس منه، لكن لما بيلاقيه قرب من صندوق الموسيقى وبيبقى فاكره اكل بيحس انه كائن طيب وانه مش مؤذي، فبيتشجع وبيروح علشان يجيب له حاجه ياكلها. لكن تشوبا بيرفض وبيسيبه وبيطلع على سلم، فأليكس بيطلع وراه وبيقعدوا مع بعض جنب الشباك. وتشوبا بيسمع الرعد وبيخاف، فأليكس بيطمنه وبيحاول يحسسه بالأمان. وتاني يوم بيصحى أليكس على صوت ميمو وهو بيدور عليه وما بيلاقيش تشوبا، وميمو بيسمع صوته وبيحاول يوصل لمصدره، وبيظهر تشوبا وبيخاف منه، لكن أليكس بيطمنه وبيقوله انه طيب ومش مؤذي. بتدخل عليهم لونا واول ما بتشوفه بتصرخ، لكن بيهدوها وبيطمنوها، وبيقرروا هما الثلاثه انهم يساعدوه ويرجعوه لعيلته، وأليكس بيسميه باسم تشوبا. في اللحظه دي بيدخل عليهم جدهم وبيكتشفوا ان هو اللي مخبي تشوبا عنده وبيراعيه، وبيبتدي يحكي لهم عن حادث الطريق اللي حصل له بالليل وخبط فيه كائن تشوبا الام، وبعدها هربت للصحراء وهو لقى ابنها، فقرر انه يراعيه ويخبيه، خصوصا ان في ناس بيدوروا عليه وعايزين يوصلوا له باي شكل علشان يستغلوا تشوبا في الابحاث والتجارب. وبيحذرهم انهم يقولوا لاي حد على وجوده معاهم في المزرعه. وبيدخلوا كلهم البيت. في الوقت ده بيقدر يوصل لهم كوين عن طريق نمر عربيه الجد اللي لقاها مكان الحادث، ومن الشرطه بيقدر يوصل لعنوانه ويبقى عايز يفتش بيته، لكن الجد بيرفض بشده وبيطرده من المزرعه. لكن كوين بيكون شاكك ان الجد عنده معلومات عن تشوبا كوبرا ومخبي عليه. وبنشوف أليكس وهو بيلعب مع تشوبا وبيسمعوا صندوق الموسيقى وبيغنوا سوا. بعدها بياخدوا ميمو فوق البيت علشان يعلموا الطيران ويقدر يهرب من اي خطر يواجهه. في نفس الوقت ده بنشوف الجد قاعد مع أليكس وبيكلمه عن ابوه وبيحكي له عنه وبيواسيه، لكن أليكس بيهرب من الكلام وبيمسك لعبته وبيتجاهل كلام جده. فالجد بينصحه وبيقوله انه لازم يواجه الواقع ويسلم بموت ابوه ويتقبله، وانه مش هيديله لعبته غير لما يصارعوا ويكسبوا. وبيكون هدف الجد ان أليكس يخرج كل مشاعر الغضب والحزن اللي جواه بسبب فقدان ابوه. وفعلا ميمو بيبقى الحكم وبتبدا المباراه، وبيحاول الجد يستفز أليكس اثناء اللعب، لكن للاسف الجد بيقع على الارض وبيفقد الوعي. وبيجيبوا له الدكتور اللي بيسعفه وبيقول لهم ان جدهم حالته بتتاخر يوم عن التاني، ومشكله النسيان بتزيد عنه وممكن ينسى اي حاجه حتى هم. واثناء ما بيكلمهم بيسمعوا صوت تشوبا وهو بيصرخ، فبيقولوا للدكتور انه صوت بقره مريضه عندهم في المزرعه. واول ما بيخرج بيجروا على تشوبا وبيلاقوا كوين في المستودع وبيحاول يمسكه، وفعلا بيقدر ياخده في العربيه. ولونا وميمو بيروحوا وراه، وأليكس بسرعه بيجري على جده علشان يفوقوا ويساعدهم ينقذوا تشوبا، لكن الجد ما بيكونش فاكر اي حاجه. فأليكس بيفكروا بانه بطل مصارع وان كوين المنافس بتاعه موجود في البيت، فبيلبس الجد لبس المصارعه بتاعه وبينزل لكوين وبيصارعوا وبيهزموا، وبيركبوا كلهم العربيه بتاعت كوين وبيمشوا من المزرعه وبيحاولوا يوصلوا تشوبا لعيلته. اما كوين بيتصل بفريقه وبيجوله وبيتتبع اثار عربيته. وفي اللحظه دي بيكون الجد والولاد وصلوا للمكان اللي الجد لقى فيه تشوبا، وهنا تشوبا بيقدر يعرف مكان عيلته وبيتتبع اثارهم وكلهم بيجروا وراه لحد ما بيوصل لحافه جبل مع أليكس، وبيلاقي عيلته على الجانب التاني من الجبل. فأليكس بيودعه وبيسيبه علشان يروح لهم. في نفس الوقت بيظهر نمر مفترس وبيكون عايز يهجم على أليكس اللي بيحاول يطلع على ماسورة كبيرة علشان يهرب، وهنا بيوصل الجد وبيقدر يخوف النمر وبيبعده عنه، لكن الماسورة بتتكسر وبيتعلق فيها أليكس وبيطلب المساعدة. فبيسمعوا تشوبا وبيرجع له وبيحاول ينقذه وبياخده وبيطير بيه، وللأسف بيكون كوين عرف مكانه ووصل لهم وبيصوب على تشوبا وبيقدر يمسكه، وبيهدد الجد والأولاد إن أي حد يقرب منه. وبياخد تشوبا في العربية وبيمشي، والجد والأولاد
ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، وبيبقوا خايفين على تشوبا جدا. لكن كوين ما بيلحقش يمشي بالعربية خطوتين، وبتظهر له أم تشوبا وبتكون معاها كل عيلته، وبيفضلوا يخبطوا في العربية وبيكونوا عايزين يخرجوا تشوبا منها. وكوين بيكون خايف منهم، فبياخد تشوبا وبيخرج بره العربية وبيهددهم انه هيخلص عليه. في اللحظة دي بيجي الجد وبيضرب كوين وبيوقعه على الأرض، وبيرجع تشوبا لعيلته وهو سعيد، وبيقعد أليكس معاه وبيودعه وهو زعلان لأنه هيفتقده جدا. لكن في نفس الوقت بيكون فرحان إنه بقى ليه عيلة زي تشوبا بيحبهم وبيحبوه. وتاني يوم بيحضر حاجته علشان يرجع لأمه، وبتودعه لونا وبتديله شريط أغاني أسباني علشان يتعلم يتكلم أسباني، وبيوصله جده للمطار. وبيكون واضح على أليكس إنه حب المكان وبقى قريب جدا من جده، وبيوعده إنه هيجيله كل أجازة، وبيشكره على دعمه ليه، وبيديله لعبته الإلكترونية هدية لأنه خلاص ما بقاش محتاجها بعد ما شخصيته اتغيرت وبقى شخص جريء. وبيحضنه وبعدها بيركب الطيارة، وبيتفاجئ بتشوبا الصغير طاير جنبه وكأنه بيقوله إنه هيفتقده، وبيودعه وبيبعد. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن أي مسلسلات أو أفلام حابين إن احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.